السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في صينية الجمبري بالذرة القمر دي بطريقة جديدة وشيك وسهلة؟ اقل من ربع ساعة هتاكلي احلى جمبري بالذرة بطريقة اكبر الشيفات، بطريقة الفنادق. يلا بينا على الفيديو، هنعمل القمر الجمال اللي احنا شايفينه ده من غير ما نتعب، ودي حاجة من حاجات رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ اكلاتي. يلا بقى النهارده هنعمل حاجة جميلة قوي من مطبخ دودو، لسه موجودة. والحاجة دي بقى علشان دخلت رمضان، من الاكلات السهلة البسيطة ان شاء الله. نعمل مع بعض الجمبري بطريقة حلوة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل الجمبري في اقل من 10 دقايق بطريقه سهله جدا. خليكي معايا، تابعيني وهتشوفي الطريقه الجميله اللي هشتغل بيها. هنجيب اي كميه انت حباها من الجمبري، تمام؟ اي حجم زي ما انت عايزه، يعني دي حاجات اختياري اللي انت عايزاه، تمام؟ تعالي بقى اقول لك هنشتغل في ايه. هنجيب فلفل الوان المتواجد عندك، احمر اصفر اخضر، المهم لازم نحط فلفل في الاكله. هنجيب بصله نفرمها، تمام؟ هنجيب حوالي 3 معالق كبيره من الثوم المفروم. هنجيب مكعب زبده كبير حوالي 100 جرام، ومعلقه كبيره من الصلصه البيور. يلا على البوتاجاز نشتغل كده ونشوف الطريقه السهله اللي قلت لكم عليها. اول حاجه هنجيب اي حله موجوده عندنا، وهنزل طبعا انا قلت 100 جرام، لو عايزه زياده اوكي. حوالي القطعه دي نقوله مثلا حوالي 3 معالق من الزبده، تمام؟ هسيبها بقى ايه تسيح كده، سيحها. خلاص سيحنا كده الزبده. على فكره الاكله دي عايزه زبده عشان هي اللي هتديكي التست العالي. و3 معالق من التومه المفرومه هتنزلي بيها. الطريقه دي جميله قوي، هتعجبكم، طريقه شيفات يعني، مش طريقه ست بيت خالص. يعني بيتبعوها في المطاعم والفنادق. ان شاء الله هوصلها لك، وفي نفس الوقت تتاكل في ساعتها وهي سخنه، لانها ما بتاخدش وقت خالص. انا عايزاكي بقى ايه، يعني تدي كده تصفيره بسيطه او تشميعه للتومه. زي ما اتفقنا احنا بنشمع بس التومه، مش بنحمرها، تمام؟ وهننزل بالبصله الكبيره المفرومه. ننزل بالفلفل الوان، يعني ورا بعض كده، نجرب بندي تقليبه لكل حاجه. وهننزل بالصلصه، قلبناها كده تقليبه، ابتدت تخشي كده ايه في تسبيكه خفيفه، مش تسبيكه قوي. هعمل ايه؟ طبعا هكون محضره عندي البهارات، عباره عن دي بهارات سمك، فلفل اسمر، ثوم بودر، بصل بودر، ملح، دي شطه، تمام؟ الشطه دي طبعا اختياري عشان انا عايزاها تبقى سبايسي. بعد الخطوه دي هننزل بالجمبري. بصوا بقى معايا، تيجي كده بالراحه، تمام؟ تعالي يا جمبري، وهنزل بالبهارات. طريقه تسويه جميله قوي، وهنكملها برضو مع بعض بطريقه حلوه. زي ما انتم شايفين، ممكن ايه تبتدي تعملي كده، شايفين اللون جميل. عندي 2 ذره قسمتهم بالمنظر ده، هنزل عليه بالذره. طبعا الذره معاه طعمه خطير، يوديكي في حته تانية بصراحه، جربوها هتعجبكم قوي. بصوا تمام. خلاص انا كده قلبته تقليبتين زي ما انتم شايفين. بصوا الجمبري بالشكل الجميل ده، اخد كده لون خفيف. هو طبعا لسه مستواش خالص، انا كل اللي انا عملته ان انا حبيت اشربه نفس الحاجه اللي انا حطيتها، طبعا بتديله طعم تحفه. تعالي بقى هاتي كيس حراري، تمام؟ جبت الصينيه
وجبت الكيس الحراري هسويها في الكيس الحراري. هبتدي بقى ايه انزله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. احط برضو الذره كده لجوه بالشكل ده. تسويه الكيس الحراري دي بجد تحفه وسريعه وما بتاخدش معانا اي وقت زي ما احنا شايفين كده. حطي بقى كل الحاجه اللي احنا اشتغلنا بيها. طبعا حطيته زي ما انتم شايفين ومليت الكيس الحراري. الطريقه دي طريقه واحده حبيبتي على فكره، طريقه دودو تامر، عشان بس لازم الواحد ينسب الحاجه لكل واحد. الواحد حرام يعني، عشان اكون واضحه معاكم. تمام. شكرا يا دودو، طريقه جميله وان شاء الله انا عارفه انها هتطلع حلوه، مفيش حاجه بتعمليها وحشه. جميل كده. تمام. يلا بقى ننزل بمكعب زبده تاني. يلا بينا. وهبتدي بقى ايه اديله كده راحته زي ما احنا شايفين. هي طبعا الزبده دي هتسيح، كله هينزل مع بعض وهيدينا صوص جميل جدا. وهبتدي اقفله زي ما احنا شايفين. بصوا اهو بالشكل ده. قفلته كويس وفردته في اي صينيه عندك. وابتدي بس ايه، بصوا 1 2 بس خلاص كده، علشان بس ايه اي بخار يبقى في مكان يطلع منه. تمام. هدخلها على الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه، وهتطلع وهنشوف مع بعض احلى جمبري بالكيس الحراري بطريقه جديده تحفه بالذره. فتحت الفرن قلت ابص عليه، يا دوب بالظبط تلت ساعه، وزي ما انتم شايفين ريحته طلعت واحمر وزي القمر. ويلا هطلعه وهوريكم بعد ما استوى بسرعه جدا شكله ايه. طعم الفرن معايا ما خدش بالظبط تلت ساعه وكان استوى زي ما احنا شايفين، وطبعا محمر وجميل جدا. انا حطيته على الرخامه علشان خاطر هسيبه لحد ما يهدى كده شويه. بصوا شايفين مازال بيغلي زي ما احنا شايفين كده. بصوا الكيس الحراري هسيبه لغايه ما يهدى شويه، وقرب التقديم هنفتح الكيس ونشوف احلى جمبري بالذره بطريقه تحفه. بعد تلت ساعه بالظبط راقبته في الفرن وطلع طبعا. بصوا طبعا عرفت ازاي، لقيت ابتدى هو من جوه الجمبري نفسه يحمر. تمام. تعالوا بقى نفتح ونشوف. وسبته يهدى طبعا شويه، سيبيه يهدى شويه. بصوا ما شاء الله شايفين الجمال. بصوا ايه رايكم بقى في صينيه الجمبري بالكيس الحراري بالذره بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده؟ بصوا شايفين بجد حاجه كده تحفه. ايه رايكم كده؟ زي ما احنا شايفين هبتدي انزله على الصينيه بالشكل الجميل دهوت، وهقدمه بعد ما احطه في الصينيه. وحاجه طبعا جميله. وزي ما احنا شايفين بصوا استوى، وكله طبعا الصوص الجميل اللي احنا شايفينه. الذره جميل جدا، حاجه كده تحفه. ويا ريت اللي عجبه الفيديو ما ينسانيش من لايك والشير، ويا ريت نفعل الجرس على كلمه الكل عشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.